يعني المفروض برضو نادي كبير جدا وله جماهيريه كبيره جدا، انما برضو الترسانه الحقيقه اظهر برضو يعني ثبات وصلابه ويعني دافع الى حد كبير جدا. كان في نوع من انواع التوازن في هذه المباراه، لكن نجح الاتحاد في النهايه ان هو يسجل هذا الهدف. مش لابس الواقي يا كابتن طه اللي قالوا عليه بتاع اسبانيا. كان هيلبسه بعد ما يسخن يا كابتن. بعد التسخين. بس هم قالوا انه حلق شعره قرع يعني. لا هو قالوا المكان اللي هو بتاع الغرز حالق فيه جامد. يا كابتن مكان الغرز. اعتقد الفرقتين الاتحاد السكندري والترسانه يمكن من الفرق اللي كسبت برضه كاس مصر عدد من المرات، 6 مرات الاتحاد السكندري اعتقد زيهم الترسانه. والترسانه ايضا 6-6 ولذلك كانت المباراه زي ما بنقول متكافئه الى حد كبير جدا، ودول طبعا من فرقتين كبار جدا. لكن الترسانة الحقيقة يعني منذ هبوطها برضو في صعوبة شوية في انها لو حتى ترتيبها في الجدول سيء جدا. نعم. ما انتش خايف يا استاذ سيف على فتح الله النهارده؟ وانت قلت يا ريت ما يلعبش. انا قلت لحضرتك يوم الخميس احمد غانم ده لابس واقي كمان غانم. احمد غانم كان عامل حاجه برضو في حاجه شايله او في حاجه في دماغه، كان عامل عمليه بعد مباراه الاهلي على طول كده. دماغه كمان جريحه كان في حاجه في راسه. كان حاجه ما اعرفش طالعه كده او حاجه معينه او في كان عامل عمليه. فهي مساله النهارده احمد غانم عادي مفيش مشكله، لكن محمود فتح الله ده كل لعبه ضربات راس. يعني الباكين من النادر اللي ممكن يستخدم ضربه راس الا اذا دخل كظهير ثالث في 3-4-4-2. انما المساك زي فتح الله او عمرو الصفتي 90% من شغلهم كله ضربات راس. لا والفيوم النهارده هيلعب بعنف لان كل وقت عايز يظهر نفسه. ما هقول لك فانت النهارده ما كانش. وبعدين ده النهارده ما شاء الله الزمالك بيلعب مش بالفول تيم، ده الفول تيم كمان. بالظبط في التشكيل وفي الاحتياطي. طب قول لنا التشكيل وهو بيظهر على الشاشه كده. عبد الواحد السيد يعود لحراسه المرمى بعد المباراتين الاخرتين اللي كان بيلعبهم مع محمد موسى. ده الفيوم. لا انا طب انا اقول لك بسرعه الفيوم عشان هو على الشاشه. حماده شعبان، احمد درويش، فرج عبد المحسن، اشرف بركات، مصطفى فريد، محمد محمود، عبد العزيز سيد، احمد عطيه، بسام محمد، عصام عبد العليم، وحماده جمعه. هذا هو تشكيل الفيوم، وهو بقى بيلبسوا التيشيرت الاحمر بالفعل. نخش على تشكيل الزمالك. تشكيل الزمالك عبد الواحد السيد، احمد غانم سلطان، الصفتي، محمود فتح الله، محمد عبد الشافي، ده رباعي خط الظهر. نعم. 2 مساكين في نص الملعب او 2 هاف ديفندر في نص الملعب، حسن مصطفى وابراهيم صلاح. ثلاثي الوسط الهجومي اديكو في اليمين، علاء علي في الشمال، بينهم شيكابالا، وراس حربه وحيد هو احمد جعفر. راس حربه وحيد بالفعل. ومشاركه ايديكو من بدايه المباراه النهارده. هنتكلم عن المباراه بشكل عام. ايديكو بيلعب يمكن على حساب حسين ياسر. بالظبط. ولو موجود حسين ياسر في الاحتياطي ومعاه شريف اشرف. نعم. وفي الاحتياطي كمان في عمر جابر وصبري رحيل وعمرو عادل وهم في قلب الدفاع، واحمد عبد الرؤوف كبديل لاي لاعب في خط الوسط، وعبد المنصف كبديل لحارس المرمى. طيب خلينا نقول بسرعه جدا انه اللي هيكسب من نابارو مع الاهلي واللي يكسب يعني الدور ال16 بين الكسبان من نابارو الاهلي والفيوم والزمالك اللي هو يوم الاربعاء الجاي، مفترض ان هو الاهلي والزمالك. نفس الوضع. عايز اقول ان حرس الحدود مع الرجاء في دور ال16، المصري مع المقاولون في دور ال16، اتحاد السكندري مع طنطا في دور ال16، الاسماعيلي مع طلائع الجيش ايضا في دور ال16. خلينا اقول كمان ان النتائج حتى الان الساعه 4، مباراه الساعه 4، بترول اسيوط متقدم على الكروم 1-0، القناه على ملعبه متاخر بهدف لبتروجيت، والرباط والانوار على ملعبه متاخر بهدف لغزل المحل. في هذه اللحظه النتيجه بقت 2-0 لغزل المحل. احمد حسن دروجبا اضاف الهدف الثاني. يبدو كده ان غزل المحله يعني عايزه تودع الاضواء بشكل جيد. على الاقل اللعيبه تسيب ذكرى طيبه حتى للجمهور يعني. اوكي طيب كابتن طه، نيجي لحضرتك بقى والمباراه اللي هتبدا بعد اقل من 10 دقائق من الان اللي قدامنا دي. وجهه نظر حضرتك في تشكيل نادي الزمالك والاداء المتوقع. نادي الزمالك واضح من التشكيل حرص نادي الزمالك على انه يلعب بكامل افراده. يعني حتى زي ما اتكلمنا دلوقتي ان حتى محمود فتح الله برغم اصابته ثم شفائه هيلبس الواقي اللي في دماغه، الا انه برضه بيشرك الفريق بالكامل، وده يبين حرص نادي الزمالك على عدم اعطاء اي فرصه لنوع من انواع الخلل اللي ممكن ان يحدث، ولذلك بيلعب بالفريق كامل، فرقته كامله، ويمكن ده افضل تشكيل لعب بيه نادي الزمالك في خلال هذا الموسم. يعني لما يلعب علاء علي موجود وايديكو باضافاته الكبيره جدا وشيكابالا واحمد جعفر في المقدمه،
وطبعا الديفنس ده الاربعه اللي موجودين والاثنين الارتكاز دول طول السنه هم اللي بيلعبوا، ولذلك دولت عاملين استقرار كبير جدا. احمد غانم، محمود فتح الله، عمرو الصفتي، ومحمد عبد الشافي، حسن مصطفى، وابراهيم صلاح. يعني اعتقد السته دول ثابتين، ما فيش نوع من انواع التغيير، بالذات الاثنين الارتكاز، ودول عليهم دور كبير جدا في يعني جماعيه اللعب، في خط دفاعي جيد جدا قدام الاربع باكات، مؤازره هجوميه ورا ثلاثي وسط الملعب المهاجم علاء علي وشيكابالا واديكو، وقدامهم احمد جعفر اللي بيلعبوا. وده التشكيل اللي بيلعب بيه نادي الزمالك طوال هذا الموسم من اول ما حسام حسن مسك، اللي هو 4-2-3-1. ودي بتدي مرونه كبيره جدا لاداء الفريق في جماعيه اللعب، انتشار جيد جدا، ثم بيستفيد من اللاعبين بافضل ما لديهم من امكانيات من خلال التوظيف في هذه الاماكن. وانا اعتقد نادي الزمالك عمل يمكن ماتشين 3 في الدور الاولاني من اول ما حسام مسك، والدور الثاني بالكامل عمل انجاز عظيم جدا، اداء متماسك في جميع المباريات دفاعا وهجوما. وعلى فكره هنشوف في النواحي الدفاعيه نادي الزمالك يمكن من الحاجات المهمه جدا طوال هذا الموسم، مش بس حسن مصطفى وابراهيم صلاح اللي هم بيدافعوا بشكل جيد، الا انه كل اللي على الاطراف. يعني لما كان بيلعب حسين ياسر كان بيرجع بيدافع ويساعد الباك اللي جهته، على علي نفس الشيء، شيكابالا بنشوفه في كل حتى الكرات الثابته في الكورنرز وفي الفاولات. ودي عمليه مهمه جدا لانها بتخلي الاداء الدفاعي مكتمل جدا. ثم في النواحي الهجوميه بنلاقي الانطلاق بالنسبه لشيكابالا اللي هو ترمومتر الهجوم، واصبح يعني هو محور لعب نادي الزمالك في الناحيه الهجوميه. مهاره عاليه جدا، مرور بشكل رائع جدا من اي لعيب في الملعب، جماعيه مع زملائه الان، ما يعني الفرديات اللي بيأديها الان بيأديها في وقتها، وقت ما مطلوب ان هو يعمل فرديه بفوت وتصويبه بيعملها، مطلوب ان هو يعمل تمريرات بيعمل هذه التمريرات، بيتغير مكانه في الناحيه الشمال او في الناحيه اليمين بيأديها بشكل عظيم جدا. احمد جعفر واحد ثابت راس حربة تقليدي داخل ال 18، اي كرات عاليه بتتلعب، اي كرات ارضيه عرضيه بيسجل منها وشفناها في المباريات اللي سجل فيها. ثم ايضا برضو بيعمل كونتر اتاك في المساحات الكبيره الفاست بريك ببرجله الطويل والواسع، برضو احمد جعفر بيأدي هذا الاداء.